السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية اعدادي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما تعودنا احنا خلاص خلصنا شرح الوحدة الاولى على القناة وحلينا اصعب الاسئلة وشرحنا الدروس وعرفنا يعني ايه تناسب وتناسب متسلسل وكميات متناسبة وعملنا اثباتات وعملنا شوية حاجات غريبة كده، بس المهم ان احنا فهمنا في الاخر. النهاردة جه الدور ان احنا نراجع الوحدة الاولى نلم افكارها، سواء من افكار كتاب المعاصر او التقييمات المدرسية اللي بقت مهمة جدا. فجايبين النهاردة شوية اسئلة اختر وشوية برضو اسئلة مقالي تلم لنا الوحدة الاولى على هيئة سؤال وجواب. هنحل مع بعض شوية اختر وبرضو نحل شوية مقالي، والفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبة للوحدة الاولى لانه لامم، مش عايز اقول معظم الافكار او كل الافكار، بس هو مهم جدا جدا يعني من كتر الافكار اللي فيه. فيلا بينا نسمي الله ونبدأ نشوف اول سؤال عندنا بيقول ايه. هنبدأ بالاختر وبعدين في الاخر نسيب المقالي. وكمان في المقالي اعمل لكم حاجة حلوة، يعني انا كاتب السؤال تحتيه الجواب عشان لو حد مثلا بيتفرج من تليفون عايز ياخد سكرين على طول ما فيش مشكلة يعرف ياخد سكرين. فيلا بينا نبدأ ونشوف ايه اسئلتنا النهاردة. السؤال الاول في الاختار بيقول اذا كان A الى B بيساوي C الى D. طبعا احنا هنا لازم نترجم الكلام ده. A الى B هي A مقسومة على B، بيساوي C الى D هي بيقول لي كأنها C على D. تمام. طيب ده معنى ايه؟ بيقول لي فإن النسبة دي لا تساوي ايه. كلمة لا تساوي يعني ايه الإجابة الغلط في دول؟ ايه على بي؟ طب ما هي دي ممكن تساوي ايه على بي، لأن قلت لكم عن طريق هي 2 ايه على 2 بي هيطيروا مع بعض، ممكن هي ايه على بي سي. وموجودة كمان هنا 5 سي على 5 دي ممكن تطير الخمسة مع الخمسة كأنها هي سي على دي اهي، دي كمان موجودة هنا. طيب ايه زائد سي على بي زائد دي، يعني لو جمعنا المقدمات، مقدم النسبة الأولى ومقدم النسبة التانية جمعناهم بيساوي التالي هنا على التالي هنا، يعني ايه على سي بيساوي بي زائد دي. طب ممكن نطرحهم، ايه ناقص سي بيساوي بي ناقص دي، بس هنا غلط، هو جايب ايه ناقص سي وعكس كتب دي الاول، لا انا المفروض اكتب بي الاول. فهي الاجابه دي الغلط وهي دي الاجابه اللي انا هختارها لان هو بيقول لي لا تساوي. طيب السؤال الثاني بيقول لي إذا كان 3x بيساوي 5y بيساوي 4z فإن x إلى y إلى z. أنا هحل لك السؤال اللي يجي لك بالمنظر ده بمنتهى البساطة. إزاي؟ عايزين نحط رقم لx ورقم لy ورقم لz، يطلع الناتج هنا بيساوي الناتج هنا بيساوي الناتج هنا. يعني إيه؟ تعالوا نشوف رقم ب. الx ب20 فلو 3 نضربها في 20 تبقى 60. الواي هنا ب12 فلو ضربت 5 في 12 بنفس ال60. جيم هنا اللي هي زد ب15 يعني لو ضربت 4 في 15 برضو ب60. فالنسبة هنا بقت النسبة هنا زي النسبة هنا، فهي دي الإجابة الصحيحة. جرب الباقي هيطلع الأرقام مختلفة بمنتهى البساطة لو لقيت سؤال بالمنظر ده. طيب السؤال الرابع عندنا بيقول إذا كان A على B بيساوي B على C بيساوي 3 فما قيمة الرقم ده. احنا اتفقنا قبل كده لو كان عندنا A على B بيساوي B على C كنا بنساويها بالكي، وكنا بنقول ال A بيساوي C مضروبة في الكي تربيع، وكنا بنقول ال B بيساوي ال C مضروبة في الكي، والحاجات دي احنا حفظناها. طيب هو ايه الاختلاف هنا؟ الاختلاف هنا ان هو شال الكي وحط مكانها 3، فهعتبر ال3 دي كأنها كي. يعني ايه يا مستر؟ يعني ال A بدل ما كانت C في كي تربيع هتبقى C ولكن في 3 تربيع. 3 تربيع يعني 3 أس 2 يعني 9، يعني كأن ال A كأنها بيقول لي بكام؟ ب9 C. طيب البي عندي هتطلع بكام؟ هي البي عندنا كانت بسي في كي، يعني هنا هتكون سي هنشيل الكي ونحط 3 فكأنها سي في 3 اللي هي ال3 سي. وهي دي فكرة السؤال. الباقي عوض عادي. شرط الكسر 2 ايه يعني 2 في 9 سي يعني 18 سي زائد 3 بي يعني 3 في 3 ب9 سي، 3 في 3 سي ب9 سي تحت 4 بي يعني 4 في 3 سي ب12 سي ناقص 3 سي. مش سي مش موجودة عندنا، واللي مش موجود بننزله زي ما هو زي ما اتفقنا، فالتالتة سي نزل زي ما هي. الدور اللي ان احنا ناخد عامل مشترك 9 سي فوق تنفع عامل مشترك. حلو.
عامل مشترك يعني بقسم الاصل على اللي انا خدته. 18 سي على 9 سي، نقسم عدد على عدد. 18 على 9 فيها الاتنين، وسي على سي خلاص طارت، زائد 9 سي على 9 سي اي حاجة على نفسها فيها الواحد، ونقفل القوس. تحت هاخد 3 سي عامل مشترك وافتح قوس. 12 على 3 فيها الاربعة، والسي مع السي طارت، ناقص 3 سي على 3 سي فيها الواحد. نركز كده، 2 زائد 1 3، و4 ناقص 1 3، فده القوس ده طار مع القوس ده لان فوق ب3 وتحت ب3، وكمان السي طارت مع السي. اتبقى 9 على 3. طب 9 على 3 فيها الكام؟ فيها ال3. السؤال اللي بعده بيقول ما الثالث المتناسب للكميتين اكس ناقص واي واكس تربيع ناقص واي تربيع. احنا اتفقنا كان في قانون مثبتينه، هو ان الاي على البي بيساوي البي على السي، وعرفنا ان الاي هو الاول المتناسب، والبي هو الثاني المتناسب، والسي هو الثالث المتناسب. طيب معنى ان هو عايز الثالث المتناسب يعني هو عايز سي. طب ايه بكام يا مستر؟ ايه بكام؟ تعالى اقول لك. طيب ايه هي اول حاجه عندي؟ وبقرا من الشمال مش من اليمين. الشمال يعني دي الاي ودي البي. الاي يعني اكس تربيع ناقص الواي تربيع على البي بكام؟ اللي هي اكس ناقص واي، يعني تحت اكس ناقص الواي بيساوي البي اللي هي الاكس ناقص واي على السي اللي انا عايزها اللي هي التالت المتناسب. طب لو عايز السي هعمل مقص واعمل شرط الكسر كده. اما اعمل مقص بالمنظر ده، مين اللي في وش السي اللي هي اكس تربيع ناقص واي تربيع؟ اللي في وشها تنزل في المقام، يعني تحت اكس تربيع ناقص واي تربيع. طب مين اللي هضربهم في بعض؟ المقص التاني اكس ناقص واي، نفتح قوس كده، اكس ناقص واي نضربها في قوس تاني اكس ناقص الواي. طيب بيساوي البسط زي ما هو اللي هو نفتح قوس كده اكس ناقص الواي مضروب في اكس ناقص الواي. طيب تحت اكس تربيع ناقص واي تربيع، لو الحرف الاولاني تربيع ناقص الحرف التاني تربيع ده كده فرق بين مربعين. ليه؟ لان الاولاني ليه جذر، اكس تربيع جذرها اكس، فيبقى هنا اكس واكس، حلو قوي. والتاني ليه جذر تربيع، الواي تربيع جذرها واي، تبقى هنا واي وهنا كمان واي، ونحط مرة موجب ومرة سالب. دي الاولانية دي كانت اكس كده، ودي برضو اكس. طيب اكس ناقص واي فوق تطير مع اكس ناقص واي تحت، اتبقى مين؟ اتبقى اكس ناقص واي على اكس زائد واي اللي هو الاجابة رقم د. طيب نشوف اللي بعده. السؤال رقم 5 هنا مديني شوية أكمل. طيب شوية أكمل دول هنعمل فيهم إيه؟ هنحلهم بطريقة سهلة جدا. هنا بيقول لي إذا كانت الأعداد A و B و 32 متناسبة و A زائد D بيساوي 10 فإن A و B كام؟ السؤال ده هنأجله لأنه هيجيلنا في المقالي وهشرحه لكم بالتفصيل أكتر، فده كده كده معانا في المقالي هنشوفه بعد شوية. نخش على السؤال اللي بعده. إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث، عايز بس أقول لكم حاجة، السؤال اللي أنا هحله في المقالي هو شبه ده، فأنا هحل اللي في المقالي وأنتوا تطبقوا الفهم على السؤال ده كأنه واجب ليكم، تمام؟ هو نفس الفكرة. السؤال رقم 6، إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي كذا ومحيطه 104 فإن طول أكبر ضلع في المثلث بيساوي كام؟ عايزين نتفق على حاجة، الكسور دي عايزين نحولها لأعداد الصحيحة، فعايزين نحولها للأعداد الصحيحة هنعمل ايه؟ نشوف المقامات 2 و3 و4، ايه الرقم اللي يقبل عليهم كلهم لو قسمته؟ والله اصغر رقم يقبل على 2 و3 و4 هو ال 12، تمام؟ فيلا مثلا يعني لو مثلا ضربنا كله في 12، تمام؟ ما هو نص في 12 كأنها 12 على الاتنين، لان الواحد في 12 ب12 و2 في 1 تحت ب2، يعني من الاخر كده امسك ال 12 اقسمها 12 على الاتنين فيها ال6، ال 12 على التلاتة فيها ال4،
ال12 على 4 فيها ال3، وهنزود خانة اسمها المجموع. ده كده إلى طبعا، وده إلى آخر حاجة في الخانة بنحط المجموع. مجموعهم كام؟ 6 و4 و3، مجموعهم 14. حلو أوي حلو أوي. طب تحت هكتب ايه؟ هو عايز ايه؟ طول أكبر ضلع. مين أكبر ضلع؟ ال6 ولا ال4 وال3؟ ماليش دعوة بال14 ده مجموعهم، لا الأضلاع 6 و4 و3. مين أكبر ضلع؟ اللي هو ال6. حط تحته إكس. طب ال104 دي هنحطها فين؟ هنحطها في خانة المجموع اللي هي الأخيرة. يبقى إلى كده في الآخر 104. كأني عامل مقص عشان أجيب إكس، فعشان أجيب إكس هقول بيساوي، هعمل مقص بين دي وكده. ادي الاكس هناك اهي، مقص كده بالمنظر ده. مين اللي في وشها؟ ال14، فتنزل في المقام تحت. وهنا هضرب 6 في 104، تطلع في الاخير بيساوي 48 بمنتهى البساطة. فكرة جديدة وحلوة وتعلمناها. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان A على B بيساوي B على C بيساوي C على D بيساوي الاتنين، مطلوب مني اعرف ان A زائد D على D بيساوي كام. طيب احنا عارفين ان النسبة كنا بنقول A على B بيساوي B على C بيساوي C على D بيساوي الكي. وكان لما كان بيبقى 3 حاجات كنا بنقول ان ال A بيساوي D K أس 3، وان ال B كان بيساوي دي كي أس 2، وكان السي بيساوي دي في الكي. طيب هنا مفيش كي، هنا سواها بكام؟ ب2. ده زي السؤال اللي لسه حالينه من شويه. السؤال اللي فات كان في حاجتين بس هنا في 3. فهنا الايه المفروض بيساوي دي كي تكعيب، الكي هنا ب2، ف2 تكعيب يعني 2 أس 3 ب8، يعني كأن الايه بيساوي 8 دي. طيب والبي بيساوي 2 أس 2 في الدي تبقى 4 دي، بشيل كي وبحط 2، وان كده السي هيساوي المفروض كانت دي كي والكي هنا ب2 يعني 2 كي، وابدا اعوض في السؤال عادي. السؤال ايه زائد دي على دي، ايه زائد دي يعني 8 دي زائد ادي ايه 8 دي زائد الدي مش موجوده عندي فبتنزل زي ما هي تبقى زائد دي. تحت دي نفس القصة، من فوق اقدر اخد دي عامل مشترك، اتبقى 8 زائد دي عدي فيها الواحد، وتحت الدي زي ما هي، فدي طارت مع دي، اتبقى 8 زائد 1 اللي هي بيساوي 9 بمنتهى البساطة. طيب السؤال اللي بعده سؤال سهل ومباشر جدا، بيقول لي عايز الوسط المتناسب بين العددين 3 و48. ماشي، وسطين المتناسب نفس القانون اللي هو كان بيقول لي A على B، بس هنا في حاجة، لما كنت بكتب A على B بيساوي C على D لما كان بيطلب أول متناسب أو تالت. طب لو عايز وسط متناسب المفروض كان ال B بيساوي موجب أو سالب جذر التربيعي ل A في C، يعني بيساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي 3 في 48 اللي هو مديهم لي. طيب ممكن يا عم محمد تناولنا الآلة؟ عم محمد اللي ما يعرفوش ده المخرج بتاع فيديوهاتنا، هيفيدنا في رمضان ده. طيب نعمل الجذر التربيعي ل3 في 48 بيساوي 12. طيب محدش ينسى الموجب او السالب بره، يعني الموجب او السالب تنزل، وجذر 3 في 48 تبقى 12. يبقى الاجابه على بعض موجب او سالب 12. نشوف اللي بعده. شويه اختار برضو نفس القصه، الوسط المتناسب يبقى بعمل اللي هو بي بيساوي موجب او سالب وبضرب العددين اللي جوه في بعض. 4 في 9، 4 في 9 يعني كام؟ يعني ب6 وكام؟ 36. 36 الجذر التربيعي بتاعها 6، وما ننساش ان كان فيه موجب او سالب بره، يبقى موجب او سالب 6. في الامتحان هيلخبطك، هتلاقي الستة والموجب وسالب 6 في الاختيارات. طبعا كل اختار ال6، لا ما تنساش ان في موجب او سالب، فهي نختار الاجابه اللي هي زي
موجب او سالب والرقم معاه. طيب السؤال اللي بعده بيقول، السؤال شرحناه في الفيديوهات قبل كده، مديني اكس على 3 بيساوي واي على 4 بيساوي اكس زائد 2 واي على الكي، وعايز قيمه الكي. لما اكون كي اخر حاجه وفي الحته دي في المقام بنلعب على البسط، اروح اجيب قيمته تكون هي دي قيمه الكي. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت مش كي في اخر حاجه، دي الاولى ودي الثانيه ودي الثالثه، فكي في الاخر. حلو قوي. فنحسب البسط. مش البسط كان اكس زائد 2 واي اللي هو فوق الكي. حلو. هي اكس بكام؟ اكس بكام؟ كانها بالرقم اللي تحتيها، كانها ب3. تمام كده. زائد 2 واي، الواي ب4 تحت اهي، ف2 في 4 بكام؟ ب8. طب 3 زائد 8 كام يا عم محمد؟ سمعني صوتك كده. 3 زائد 8 كام؟ 11. بسم الله ما شاء الله. انت بتاخد دي يا ابني رياضه فين يا ابني؟ عم محمد طبعا اسطوره القناه، ما اقدرش اكلمه لحسن ياخد الكاميرا ويمشي. تمام كده. طيب بس ما قلتليش برضه بتاخد رياضه مع مين؟ ماشي يا عم محمد. طيب يبقى 3 زائد 8 عندنا كام؟ 11. السؤال اللي بعده بيقول ايه على البي بيساوي كام؟ لما ايه؟ لما 8 ايه بيساوي 2 بي. هو مش هو عايز ايه على بي؟ ايه اهي على بي، ما رجعش بايدي فاضيه، يعني بيساوي 2 على كام؟ على 8. 2 على 8. دورت ما لقيتهاش في الاختيار. حليت غلط؟ لا ما حليتش غلط، ابسطها. مش فوق تقبل الاسم على الاثنين وتحت الاسم على الاثنين ف2 على الاثنين فيها الواحد، و8 لما اقسمها على الاثنين فيها ال4. تبسيطه عاديه جدا. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان ايه على البي بيساوي 3 على 4 فما قيمه ده. عايزين نعدلها ونخلي الاعداد تحت. يعني ايه؟ يعني مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. مقدم على مقدم يعني ايه؟ على 3. ادي ايه على 3 بيساوي تالي على تالي، يعني البي على 4. حلو قوي. ممكن اساوي النسبه بكي، وممكن احل على طول لان الاجابات ما فيهاش كي. كان لقيت 3 والبي ب4، فهو عايز 4 ايه؟ يبقى 4 في 3 ب12 ناقص 3 بي ب4، يبقى 3 في 4 بكام؟ ب12 زائد ال7. 12 ناقص 12 صفر، صفر زائد 7 ب7. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان 3 على n بيساوي 7 على n. بدون ما أكمل لازم الرقم هو اللي يكون تحت، فلازم أنا أشقلب. أقول له بقى إن m هي على 3 شقلبتها. ينفع أشقلب الأولى وأسيب التانية؟ لا، أشقلبها زيها. يبقى بيساوي n على كام؟ n على 7. تمام كده. والمفروض أقول بيساوي هنا مين؟ ممكن أقول بيساوي الكي عادي جدا. وممكن كده أقول له إن الام هتساوي زي ما اتعودنا، ام كانت ب3 يبقى 3 كي. ادي الام تكون ب3 كي والان ب7 كي. طيب هو عايز قيمة ام. طيب اجيب له قيمة ام. نستغل المعادلة دي. مش هو بيقول لي ان ناقص ام بيساوي 20؟ هي ان بكام؟ ان ب7 كي، تبقى 7 كي اهي، ناقص ام بكام؟ ب3 كي. هو قال لي بيساوي كام؟ بيساوي 20. ادي ال20. 7 كي ناقص 3 كي يعني 4 كي. يعني لو 4 كي بيساوي 20، نقسم على 4 هنا عشان اجيب قيمة كي، ونقسم على 4 هنا، يبقى 20 على 4 فيها ال5، يعني كي عندي بتساوي 5. انت عايز قيمة ام، ما هي ام ب3 كي، يعني كأنها 3 مضروبة في الكي. الكي بكام؟ ب5، يعني 3 في 5. طب 3 في 5 بكام؟ ب15. ودي الإجابة بتاعتنا. السؤال اللي بعده إذا كان 3 على، لا دي حلنا، ده مقرر. نخش على اللي بعده. إذا كان إيه على البي بيساوي بي على السي. طب ما هو لو إيه على البي بيساوي بي على السي كده نكتبها إيه على بي بيساوي بي على السي، المفروض بيساوي الكي. ونقدر نجيب قيمة ايه؟ ايه هتكون بيساوي سي كي تربيع، وان البي هيساوي السي كي. انت عايز ايه على سي؟ هنا هو عايز ايه على سي. طب ايه بكام؟ ايه بسي كي تربيع؟ سي كي تربيع. طيب السي مش عندي فتنزل زي ما هي،
طيب ما هي سي على سي تطير، اتبقى كي تربيع. حلو. مين بقى اللي في الإجابة هنا بيساوي كي تربيع؟ مين هنا في الإجابة اللي ممكن يساوي كي تربيع؟ تعالوا نشوف رقم ج كده. ايه تربيع على ب تربيع؟ هي ايه تربيع بكام؟ ايه تربيع يعني ايه هخليها أس 2، يعني كأن دي كده أس 2، فوزع الأس يبقى سي أس 2 كي أس 4، عشان هي المسألة كلها أس 2 وهنا 2 فبنضرب الأسس. طب ب تربيع يبقى سي تربيع كي تربيع، فالسي تربيع تطير مع السي تربيع، كي أس 4 على كي أس 2 في حالة القسمة بنطرح الأسس، يعني كي برضو أس كام؟ أس 2، فهي دي تكون إجابتنا. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان A على البي بيساوي B على السي بيساوي C على الدي بيساوي ربع، فما قيمة؟ بصوا هنا ال A فوق وال B فوق لسه زي ما هما، كأنها A على البي الأولى، البي على السي زي ما هما نفس الحاجة، مش مضروب منهم حاجة، يعني هنا مش مثلا 2 وهنا مفيش حاجة، لا ده هنا مفيش جنبها حاجة وهنا مفيش جنبها حاجة، نفس القصة سي على دي مفهومش حاجة. طب ما زي ما هما، طب ما هي كانت ايه على البي بيساوي بي على السي بيساوي سي على دي برضو، لما كانوا زي ما هما كانوا بيساوي كام؟ الربع، فهو انا مغمض عيني اروح اختار الربع ودي تكون الإجابة بتاعتي. السؤال اللي بعده زي السؤال الأول اللي أنا كنت لسه قايله لكم في الجزء الأولاني، هو عايز إيه؟ إلى بي إلى سي، أحط أرقام هنا بحيث إن كل نسبة تساوي التانية. لو اخترنا رقم ب، ال A ب6 يبقى 2 في 6 ب12، ال B ب3 تبقى 3 في 4 ب12، ال C برضو ب3 تبقى 4 في 3 ب12، فهنا 12 وهنا 12 وهنا 12 تبقى هي دي الإجابة الصحيحة. آخر سؤال عندنا في الاختر عشان نخش في المقالي، في تناسب عايز قيمة X. لو الجزء ده في تناسب يبقى المفروض X على ال8 بيساوي 8 على اكس تربيع. ده تناسب متسلسل لانهم 3 حدود بس، حتى لو ماليش انه متسلسل فانا عارف. تمام كده. واعمل مقص اكس في اكس اس 2، في حالة الضرب بجمع الاسس كأنها اكس اس 3 بيساوي المقص التاني 8 في 8 ب64. عشان اطير اس 3 باخد الجذر التكعيبي هنا وباخد كمان الجذر التكعيبي هنا، فالجذر التكعيبي ال 64 هو 4، ودي تكون الإجابة الصحيحة. ويلا نخش على المقالي ونشوف بيقول ايه. طيب انا كده كده كاتب الحل عشان نمشي خطوة بخطوة، وفي الاخر اللي عايز ياخد سكرين ياخد. تمام. إذا كانت الكميات 35 و15 و3 و2 إكس زائد 1 متناسبة فيوجد قيمة إكس العددية. متناسبة يعني الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع، فالمفروض إن 35 على 15 هيساوي 3 على 2 إكس زائد 1 زي ما احنا عاملين كده. طيب اتبقى أعمل مقص، فهنا 35 هضربها في 2 إكس زائد 1 زي ما أنا عامل كده، والمقص التاني هيبقى 3 في 15، 3 في 15 بكام؟ ب45. هفك القوس ده عشان اجيب قيمة اكس، فهضرب دي مرة هنا ودي مرة كمان هنا، ف35 في 2 اكس يبقى ب70 اكس، و35 في 1 ب35، وال45 تنزل زي ما هي. بقت معادلة هودي دي الناحية التانية بعكس الاشارة عشان اخلص منها، تبقى 45 ناقص ال35، يعني كده ال70 اكس هيساوي 35 ناقص 45 ناقص 35 ب10. عايز اجيب قيمة اكس هقسم على ال70 يمين وشمال، ف10 على ال70 فيها الواحد على ال7، ودي كده كانت قيمة اكس. تمام. اللي عايز يصورها او ياخد سكرين شوت نصغرها شوية كده، اللي عايز ياخد سكرين. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان A و B و C و D في تناسب متسلسل فاثبت أن، دي فاثبت أن بس هي مش واضحة هنا، فاثبت أن A ناقص B على A ناقص B زائد C بيساوي A زائد B زائد C على A ناقص D. قال لي في تناسب متسلسل، صح كده؟ يعني هو هنا كده قال لي إن المقدار ده في إيه؟ في تناسب متسلسل، يعني المفروض A على B بيساوي B على C بيساوي C على D بيساوي مين؟ الكي بتاعتي. فنيجي هنا نشوف القانون،
اهو A على B بيساوي B على C بيساوي C على D بيساوي الكي. طيب وعرفنا ان ال A بيساوي دي كي أس 3 زي ما حلينا في الاختر، وان ال B بيساوي دي كي أس 2، وان ال C بيساوي دي كي. اتبقى امسك كل جزء هنا هعوض فيه، وامسك الجزء كمان اللي هنا بيعوض فيه، ولازم الجزء اللي هنا بيساوي الجزء اللي هنا. فنمسك الجزء الاولاني اللي هو A ناقص B على A ناقص 2B زائد C. A بكام؟ بدي كي أس 3 كتبتها، ناقص ال B بكام اهي بدي كي أس 2. طيب في المقام A بكام؟ بدي كي أس 3 ناقص 2B، البي بدي كي تربيع لما اضربها في 2 تبقى 2 دي كي تربيع زائد السي عندي بدي كي بيساوي مين عامل مشترك فوق؟ والله اقدر اخد الدي كي عامل مشترك او الدي كي تربيع. فما اخد الدي كي تربيع عامل مشترك، الدي طرف مع الدي كي أس 3 على كي أس 2 فيها كي ناقص تنزل زي ما هي دي كي تربيع لما اقسمها على دي كي تربيع بيساوي الواحد. طب في المقام تحت هاخد دي كي عامل مشترك، فما اخد الدي كي عامل مشترك اتبقى كي تربيع ناقص هنا يبقى 2 كي، وهنا دي كي على دي كي فيها الواحد. حلو قوي. طيب دي كي الدي هنا تطير مع الدي هنا، تمام، والكي هنا تطير مع التربيع فوق، فتبقى فوق مين؟ كي في كي ناقص 1. طب تحت ده اقدر افكه ازاي؟ عددين ضرب كي تربيع تبقى كي وكي، تحليل عادي، ادي كي وادي كي، عددين ضربهم 1 جمعهم 2، والله 1 في 1 ادي هنا 1 1 1. الاشاره هنا موجب فالاتنين باشاره النص، فالاتنين اشاره النص عندي كانت سالب، فهنا تبقى ناقص وهنا تبقى ناقص، فقوس من اللي فوق يطير مع اللي تحت، فتبقى فوق كي وتحت كي ناقص 1. وده كده كان الجزء الاول. الجزء الثاني اللي هو A زائد B زائد C على A ناقص D بيساوي ايه؟ هعوض برضو، يبقى A بيساوي دي كي تكعيب زائد البي هتبقى بدي كي تربيع زائد السي عندي اللي هي بدي كي. طب تحت الاي بيساوي كام؟ بدي كي أس 3. الدي مش عندي فتنزل زي ما هي ناقص دي. فوق هاخد الدي كي عامل مشترك عادي، اتبقى كي تربيع لان دي طارت مع دي كي أس 3 على الكي، في حالة القسمة بطرح الأسس، ف3 ناقص 1 2 تبقى كي أس 2 زائد دي طارت مع دي كي تربيع على الكي فيها الكي واحدة، 2 ناقص 1 بواحد، واحد اللي هو الكي بيتكتب كي أس 1 اللي هي الكي عادي، دي كي على دي كي فيها الواحد، تحت هاخد الدي بس عامل مشترك، اتبقى كي أس 3 ناقص الواحد. تمام، فالدي تطير مع الدي اتبقى كي في كي تربيع زائد كي زائد 1. تحت ده أس 3 افتح قوس صغير وافتح قوس كبير، جذر في الصغير وربع في الكبير وغير الإشارة واضرب الحدين. يعني افتح قوس صغير اهو وفتحنا قوس كبير كأنه مش مكتوبين فيهم حاجة، جذر في الصغير خد الجذر التكعيبي الكي تكعيب ناقص 1، كي تكعيب جذرها بكي، الناقص تنزل جذر التكعيبي الواحد بواحد، اللي في القوس الصغير ده نربعه في الكبير، فكي تبقى كي تربيع ناقص 1 لما نربعه يبقى موجب 1 ويتكتب بعيد كده، نسيب النص دلوقتي، غير الإشارة الناقص تبقى زائد، اضرب الحدين كي في 1 ما باخدش الإشارة هنا، كي في 1 بكام؟ بكي. ألاحظ إن القوس اللي فوق طار مع القوس الصغير اتبقى كي على كي ناقص 1، فالجزئين طلعوا بيساووا بعض، دي بكي على كي ناقص 1 ودي زيها. تمام كده؟ تمام كده. طيب السؤال اللي بعده، الصوت يا عم محمد يا رايق. بيقول ايه؟ اذا كان B وسط متناسب بين A و C فاثبت ان A تربيع على B تربيع زائد B تربيع على C تربيع بيساوي 2A على C. انا همسك في كلمة وسط متناسب يعني كأنها A و B و C كأنه تناسب متسلسل، فيبقى A على B بيساوي B على C بيساوي ال K، يبقى ال A بيساوي C K تربيع ويبقى ال B بيساوي C K زي ما ظاهر عندنا هنا. تمام، عندنا A تربيع على B تربيع زائد B تربيع على C تربيع اللي هو الجزء الأول ده، تعالوا نحسبه. طبعا أنا يا مستر أنت ليه كاتب الإجابة هنا؟ عشان ما طولش مدة الفيديو عليكم. لو أنا كتبت في الفيديو طبعا الفيديو ممكن لو مثلا الفيديو طلع 40 دقيقة هتلاقيه عدى مثلا الساعة أو الساعة ونص، فأنا في الآخر ظبطت لكم
انا اللي حلل المقالي بنظهر خطوه خطوه، انا برضو مش ظاهرها على بعضها عشان نفهم خطوه خطوه، فكل شويه في خطوه جديده بتظهر عندنا عشان وقت بس ايه الفيديو. فاما نحسب الجزء الاول ايه تربيع، يعني كأن ده كده الكل اس 2. ايه تربيع يعني من الاخر س ك تربيع الكل اس كام؟ الكل اس 2. بنضرب الاسس، هنا مفيش حاجه فتبقى س تربيع او ننزلها زي ما هي ونفكها في الخطوه اللي بعدها مش مشكله. يبقى س ك تربيع الكل تربيع على البي تربيع تبقى س ك الكل تربيع، زائد بي تربيع تبقى س ك كل تربيع على السي تربيع ملهاش حاجه فتنزل زي ايه؟ زي ما هي. طيب ابدا افك اس 2 ده يتوزع مره هنا ومره هنا، فيبقى س اس 2 ك 2 في 2 ب4. طب تحت يتوزع هنا مفيش حاجه فاتنين هي اللي بتنزل، يبقى س تربيع ك تربيع لان في القص هو واحد، فلو ضربت 1 في 2 هي الاتنين، زائد ده هنا يتوزع مره هنا ومره هنا يبقى س تربيع ك تربيع والس تربيع تنزل زي ما هي. ايه اللي يحصل بعدها؟ الاحظ هنا ان ده يطير مع ده، ك اس 4 على ك اس 2 فيها ك اس 2 لان في حاله القسمه بطرح الاسس، ده طار مع ده فيبقى ك تربيع تنزل زي ما هي، فيبقى ك تربيع زائد ك تربيع بيساوي 2 ك تربيع. نحسب الجزء الثاني اللي هو كان 2 ايه على السي، الايه كانت بسي ك تربيع هضربها في 2، السي تنزل زي ما هي، ده يطير مع ده اتبقى 2 ك تربيع. يبقى ده كده زي ده، يبقى انا فعلا اثبتت له ان الطرف الشمال بيساوي الطرف اليمين. السؤال اللي بعده بيقول اوجد العدد الذي اذا طرح. اوجد العدد يعني انا رايح ادور عليه، تيجي نسميه اسم ولنكن اكس. طرح يعني ناقص من كل من الاعداد 6 و9 و15 فانها تصبح متناسبه. كأن دي كميات متناسبه زي التناسب المتسلسل، كأنها 6 على 9 بيساوي 9 على 15. هفرض العدد اللي انا عايزه اكس، بيقول لي اذا طرح يعني كل واحده من الاربعه دول هطرح منها اكس، فالستة اكتب جنبها ناقص اكس، التسعة هنا تبقى ناقص اكس، التسعة هنا تبقى ناقص اكس، ال15 ناقص اكس. في بعض المسائل يشيل كلمة طرح ويكتب اضيف، فبدل الناقص هكتب زائد ونفس الخطوات. يبقى نعمل مقص، هنضرب 6 ناقص اكس في 15 ناقص اكس ننزلهم في قواس، والمقص الثاني نحط علامة يساوي الاول، 9 ناقص اكس في 9 ناقص اكس. ابدا افك الاقواس، اضرب الستة مره في ال15 ومره في سالب اكس، يبقى 6 في 15 ب90، 6 في سالب اكس بسالب 6 اكس، يبقى تدور على السالب اكس هنا وهنا، السالب اكس في 15 بسالب 15 اكس، سالب اكس في سالب اكس بموجب اكس كام تربيع. الناحيه الثانيه بنفس الخطوات، التسعة مره في التسعة تبقى 81، التسعة مره في سالب اكس تبقى بسالب 9 اكس، السالب اكس في 9 تبقى سالب 9 اكس، السالب اكس في سالب اكس بيساوي اكس تربيع، وكل ده ظاهر في الخطوه اللي تحتها. حلو قوي. اقدر اطير ده مع ده لان قبل العلامه يساوي زي اللي بعد علامه يساوي بنفس الاشاره يطيروا مع بعض. ليه؟ لان الزائد اكس تربيع هتيجي الناحيه الثانيه بناقص اكس تربيع فبرضه هيطيروا مع بعض. اتبقى هنا 90 ناقص 6 اكس ناقص 15 اكس، وهنا اتبقى 81 ناقص 9 اكس ناقص 9 اكس الثانيه. اجمع يبقى 90 زي ما هي ناقص 6 اكس ناقص 15 اكس اللي هي ناقص 21 اكس اللي هي ظاهره دي بيساوي 81 زي ما هي سالب 9 اكس وسالب 9 اكس اللي هي سالب 18 اكس. الخطوه اللي بعدها هجيب الاكسات في طرف لوحدها والاعداد في طرف لوحدها، هنثبت الطرف الشمال كانه للاكسات، فسالب 21 اكس تنزل زي ما هي اهي، ونجيب لها الناحيه الثانيه السالب 18 هنا تبقى بموجب 18 بقى بالمنظر ده بيساوي 81 زي ما هي، ال90 تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى بسالب 90 زي ما مكتوب هنا. الخطوه اللي بعدها اجمع سالب 21 وسالب او موجب 18 يبقى سالب 3 اكس، 81 ناقص 90 تبقى سالب 9، اقسم على السالب 3 يمين وشمال عشان اجيب قيمه اكس، فاكس تطلع في الاخر ب3 وهو ده اللي انا كنت عايزه. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول اذا كان النسبه دي اوجد النسبه A الى B الى C. طيب عشان اجيب A الى B الى C لازم انا اجيب حاجه فيها A وحاجه فيها B وحاجه فيها C. طيب
انا اول حاجة ابص للثلاث نسب دول. ما احنا ممكن نجمع، اجيب ايه الاول ازاي؟ نمسك النسبتين دول نجمع ده مع ده، لان المجمع ده مع ده فموجب بي هيطير مع سالب بي فيتبقى ايه فوق على رقم تحت، فانا كده خلصت من اول واحدة وجبت ايه. ازاي؟ هجمع النسبة الاولى والثانية، يبقى ايه زائد بي زائد ايه ناقص بي، جمعتهم. طب الاعداد تحت هجمعهم، 25 زائد 11 دي موجب بي وسالب بي يطيروا مع بعض، يبقى ايه زائد ايه باتنين ايه، تحت جمعهم 36. اختصر اقسم على الاتنين فوق وتحت، فاتنين ايه على الاتنين، فالاتنين مع الاتنين تطير، و36 على الاتنين فيها ال18. كده جبت اول واحدة. اتبقى اجيب بي وسي. طب اجيب بي وسي، اجيب بي ازاي بقى الدور عليها؟ هنلعب على اول نسبتين ونطرح. ليه نطرح؟ لان لو طرحت هغير الاشارة، فهنا تبقى بدل سالب بي تبقى موجب بي بالمنظر ده. هوريكم هنعمل ايه. ايه زائد بي ناقص ايه زائد بي. هنطرح ليه؟ عشان سالب ايه هنا هتبقى سالب ايه. ليه؟ لان الطرح بيغير اشارة الحاجة اللي بعدها، فالمفروض تبقى سالب ايه زائد بي. فلو حطيت سالب ايه هنا موجب ايه وسالب ايه هيطيروا مع بعض. تعالوا نشوف ازاي. النسبتين الاولى والثانيه ايه زائد بي نزلت زي ما هي، ناقص هيغير اشارة كل حاجة، فايه تبقى ناقص ايه وسالب بي تبقى زائد بي. طيب يعني انا كده من الاخر طرحت النسبة الاولى والثانيه. طب تحت برضو هنطرح زي ما عملنا فوق زي ما هنعمل تحت، يبقى 25 ناقص ال11 تحت كده. تمام. مش عارف السؤال اللي بعده ايه اللي جابه. بتاع البطاطس معدي في الشارع عامل لنا مولد والله العظيم، جاي يعدي في وقت التصوير، مش مشكلة. طيب طبعا لو حد عايز بطاطس اهو الراجل واقف بره، بس قولوا لي عشان الحق اجيب لكم. يا سايب اليوم كله جاي لما اصور، سبحان الله يزر. طبعا انا محمد ورا الكاميرا قاعد يضحك عليا. ماشي يا محمد انت عشان مش في مكاني، بس اجي اجمع تبقى الايه وسالب ايه يطيروا مع بعض، بي زائد بي تبقى 2 بي. خلاص يا عم الحاج والله عايزين نشرح. 25 ناقص 11 كام؟ 14. هنقسم على الاتنين عشان عايز بي، هقسم على الاتنين فوق والاتنين تحت، اتبقى بي على كام؟ على السبعة. كده جبنا النسبة التانية. اتبقى اجيب السي. طيب يا مستر هنجيب السي ازاي؟ اكيد هنلعب على النسبة الثالثة. شايفين النسبة الاولى والثانية نطرحهم من بعض. ليه نطرحهم من بعض؟ تعالوا نشوف. النسبة الاولى اللي هي ايه زائد بي، ايه زائد بي نطرح الاولى والثالثه، ايه زائد بي نزلت زي ما هي. طب ناقص هيغير اشارات دي كلها، فهنعكس اشاراتها تبقى ناقص ايه ناقص بي زائد سي، ونطرح الاعداد تحت كانوا 25 و8 يبقى 25 ناقص 8. ليه يا مستر اخترت دي؟ لان ليه هتطير مع الايه والبي موجب هيطير مع البي سالب، فهتبقى السي هو ده اللي انا عايزه. فهي يعتبر على لعبه عقل. انا ليه نظر بشوف انا محتاج ايه وعايز امشي ايه، فهجمع وهطرح وانهي نسبتين اللي هشتغل فيهم مع بعض. فيبقى تحت 25 ناقص 8 17. كده جبت ايه وجبت بي وجبت سي. هو في السؤال كان عايز ايه الى بي الى سي، نساوي النسب ببعض. يبقى ايه على 18 بيساوي بي على 7 بيساوي سي على 17. انت عايز دي الى دي الى دي، يبقى ننزل الارقام 18 الى 7 الى 17، وهي دي نسبة ايه الى بي الى سي. فاضل معانا 3 اسئله سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه. طيب ده زي السؤال اللي هو كان في اكمل اللي قلت لكم كده كده جاي في المقال ونشرحه بالراحه. اذا كانت اكس وواي و16 في تناسب، واكس زائد واي بيساوي 12، فيوجد كل من اكس وواي، وده برضو قبل كده شرحناه برضو في الحصه. طب ازاي يا مستر؟ ما هو كلمه في تناسب وهم 3 حاجات يعني متسلسل، يعني اكس على الواي بيساوي واي على 16. ادي الخطوه الاولى، اكس على الواي بيساوي واي على ال16. الخطوه الثانيه هنعمل لعبه. ايه اللعبه؟ هو مديني حاجه اكس زائد واي بيساوي 12. امسك كده الاولانيه اكس زائد واي مجموع مقدمات على مجموع توالي بيساوي احدى النسب، وده قانون عندنا وكتبته قبل كده. ليه يا مستر مجموع مش طرح؟ والله هنا اكس زائد يعني مجموع، يعني المفروض هقول اكس زائد واي، غصب عني تحتها هساويها بواي زائد 16. يبقى اكس زائد واي بيساوي زائد 16 بيساوي احدى النسب. يا اما تاخد دي يا اما تاخد دي. يا انا هاخد واي على 16 يا مستر. طب انا اخدت اكس على الواي غلط. ليه؟ هقف ومش هعرف احل. عارفين ليه؟ انا عايز المساله كلها تكون
حاجة في واي عشان لما اعمل مقص اجيب قيمة واي. طب لما اجيب قيمة واي اروح في المعادلة دي اعوض بيها اجيب قيمة اكس، كده خلصت. طب يا مستر حلو، احنا هنختار واي على 16 وهسمع كلامك، بس في اكس فوق اهي يا مستر هوديها فين؟ ما انت تفتح هنا هو مديك اكس زائد واي بيساوي 12، يعني هشيل كل الاكس زائد واي دي واكتب 12، فتظهر الخطوة اللي بعدها شلتها وكتبت 12 وباقي المسألة نزلت زي ما هي، واقدر اعمل مقص عادي، المسألة كلها بقت واي هعرف اجيب واي. فيبقى اما اعمل مقص يبقى واي في واي زائد 16 بيساوي 16 في 12 ب 192. يبقى نضرب واي هنا في واي تبقى بواي تربيع، واي في 16 ب 16 واي بيساوي 192. ندخل ال 192 جوه الاشاره بعكس الاشاره ونساويها بصفر عشان يبقى تحليل. اعمل مثلا مود 5 3 على الاله الحاسبه، او لو انا بفهم رياضه عادي جدا عددين ضربهم 192 طرحهم 16 اللي هم ال 8 وال 24. واي تربيع في الاول تبقى واي واي، ادي ال 8 وادي ال 24. الاشاره هنا سالب، فالكبير باشاره النص، اشاره النص موجب. مين الكبير؟ ال 24، فتبقى هي الموجب، والصغير ال 8 بعكس الاشاره تبقى سالب. فمن هنا واي ناقص 8 بيساوي صفر، يعني الواي هتكون ب 8، والواي زائد 24 بيساوي صفر، يعني الواي بيساوي سالب سالب 24. خلصت الواي، نجيب الاكس. هنجيبها منين من المعادله؟ ما هو كان في السؤال قال لي اكس زائد واي بيساوي 12. طب هيطلع قيمتين برضو، ليه؟ لما الواي بتبقى 8 هشيل الواي واحط 8 تبقى اكس زائد 8 بيساوي 12. ال 8 تروح الناحيه الثانيه هي بعكس الاشاره تبقى بالناقص، يبقى 12 ناقص 8 بيساوي 4، وده قيمه اكس لما كانت واي بيساوي 8. طب لما الواي كان بيساوي سالب 24 نفس المعادله، هنشيل واي ونكتب سالب 24، تروح الناحيه الثانيه تبقى زائد 24، يبقى اكس 12 زائد 24 تطلع ب 36. وكده جبنا قيمتين لاكس وقيمتين لواي. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول، هما سؤالين بس سهلين جدا يعني. إذا كان A على B بيساوي 5 على 4 فما قيمة 2A زائد B على 2A ناقص البي. أنا اللي هيحل لي المشكلة إن أنا أقول الرقم دايما كان بيكون تحت والحرف كان بيكون فوق لما كنا بنساوي النسبة بالكي. يعني الايه عايز تحتها عدد، طب ما عادي ما ممكن نقول مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. يعني ايه على 5 بيساوي بي على 4، يبقى ايه على 5 بيساوي بي على 4 بيساوي الكي. يبقى كده على طول الايه تحتها 5، فالايه بيساوي 5 كي والبي بيساوي 4 كي. حلو قوي. طيب يعني اما اجي اعوض المسألة هو عايز دي، هشيل 2 ايه، هي 2 ايه يعني 2 في 5 كي ب10 كي زائد البي 4 كي، تحت 2 ايه اللي هي 10 كي ناقص البي اللي هي 4 كي، اجمع فوق 14 كي، خلص تحت طرح 6 كي، الكي تطير مع الكي، 14 على 6 اقسم على الاثنين فوق وتحت تطلع 7 على 3. واخر سؤال عندنا في المراجعة النهارده بيقول إذا كانت إكس على 4 بيساوي على 5 بيساوي 7 زد على 3 فما قيمة ده. السؤال ده زي السؤال اللي قبله بس ميزة هنا جاية مباشرة إن هو جايب الأعداد تحت، فهاخد النسبة وهساويها بكي، يبقى الإكس بيساوي 4 كي وواي بيساوي 5 كي، وآخر حاجة الزد هيساوي 3 كي. أجي أحط في السؤال اللي هو عايزه إكس 4 كي ناقص واي 5 كي زائد زد 3 كي، إكس تحت 4 كي واي ب 5 كي ناقص الزد 3 كي. نخلص المسألة 4 كي ناقص 5 كي يبقى سالب كي، سالب كي زائد 3 كي تبقى 2 كي، تحت 4 كي زائد 5 كي 9 كي، نشيل منهم ناقص 3 كي يدينا 6 كي، الكي فوق تطير مع الكي تحت، 2 على الاثنين فيها الواحد و6 على الاثنين فيها الثلاثة، بسطنا على الاثنين بسط ومقام، طلع الناتج النهائي 1 على 3. هو لسه في سؤال كمان معانا هنختم بيه الحصة، سؤال برضو اللي هو زي لعبة العقل اللي بنلعبها دي، بس السؤال لاني ألطف شوية. إذا كان إكس زائد واي على 10 بيساوي واي زائد زد على 9 بيساوي زد زائد إكس على 11، اوجد قيمة إكس زائد واي زائد زد على واي ناقص إكس. هنعتبر إن اللي فوق ده كده على بعضه الجزء ده كأنه إكس، والجزء ده كأنه واي، والجزء ده كأنه زد.
ده في اول خطوة في المسألة. فوق عايز هنقسم المسألة لحتتين، حتة بسط وحتة مقام زي ما شرحناها في الفيديوهات قبل كده. حتة البسط اللي هي اكس زائد واي زائد زد، اكس زائد واي زائد زد يعني جمع الاكس مع الواي مع الزد، فهجمع البسط كله مع البسط كله والمقام كله مع المقام كله، فيبقى اكس زائد واي زائد واي زائد زد زائد زد زائد اكس تحت على 10 زائد 9 زائد 11 زي ما عملنا في الخطوة اللي انا هوريها لكم دي اهي. جمعنا كله فوق وجمعنا كله تحت، اكس زائد اكس 2 اكس، واي زائد واي 2 واي، زد زائد زد 2 زد، تحت 10 زائد 9 زائد 11 مجموعهم 30. اقدر اخد الاتنين عامل مشترك فوق، اتبقى اكس زائد واي زائد زد على 30. اقدر اقسم على الاتنين فيها الواحد واقسم على 30 تحت فيها ال 15، فواحد في القوس ده ينزل زي ما هو و15 تحت اهي. ودي قيمة اول جزء. طب تاني جزء واي ناقص اكس يا مستر هجيبها ازاي؟ واي ناقص اكس مش بنعتبر دي بقى اكس ودي واي ودي زد، لا، في الجزء التاني بنلعب لعبة تانية. ايه هي اللعبة التانية؟ كده عرفنا لعبة الجزء الاول. طب لعبة الجزء التاني اللي هي ايه؟ مش عارف المسألة كل شوية بتجري ليه. طيب لعبة الجزء التاني ان انا عايز اعمل علاقة حاجة مع حاجة يخلص في الاخر واي ناقص اكس. طب هيخلص ازاي واي ناقص اكس يا مستر؟ ما هو ممكن لو جبت واي زائد زد طرحتها من زد ناقص اكس. ازاي؟ ما انا هطرح دي هتكون ناقص. طب ما هي لو دي ناقص ما هي الزد كده هطير مع الزد كده فعلا، والزائد دي كمان هتبقى ناقص لان في الطرح بغير اشارات فتبقى واي ناقص اكس. وهي دي لعبة العقل في الجزء التاني. يعني همسك النسبة التانية هطرح منها النسبة التالتة تبقى واي زائد زد زي ما هي، والتالتة تتغير بدل زائد زد زائد اكس تبقى ناقص زد ناقص اكس. وتحت هنعمل ايه؟ الاعداد هنطرحها من بعض، هنا كانت 9 وهنا كانت 11 هنطرحهم من بعض تبقى 9 ناقص ال11. يعني من الاخر الزد هنا تطير مع الزد هنا تبقى واي ناقص الاكس تحت 9 ناقص 11 سالب 2. وكده جبنا نسبة وجبنا نسبة كمان. هو عايز قيمة واي اكس زائد واي زائد زد على واي ناقص اكس. هنساوي النسبتين اللي جبناهم من 1 و2 هنساويهم ببعض، ساويناهم ببعض نزلوا بالمنظر ده. هو عايز اكس زائد واي زائد زد على واي ناقص زد. طب دي اجيبها ازاي؟ مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، فاكس زائد واي على زد على واي ناقص الاكس. دي المفروض اكس مش زد، دي اكس. تمام. هو عايز القيمة دي. طب تطلع بكام؟ ما هتطلع مش انا قسمت ده على ده يبقى اقسم ده على ده، 15 على سالب 2. يفضل السالب يكتب فوق ويبقى دي هنا النسبة. احنا كده خلصنا يعتبر كل حاجة شاملة بالوحدة الاولى. فالفيديو ده يعتبر من اقوى الفيديوهات اللي ممكن تشوفها في مراجعة على الوحدة الاولى في التناسب عندنا. يا ريت نذاكر الفيديو كويس. احنا جبنا اسئلة اختر. هتقول لي يا مستر ما بيجيش اكمل، هقول لك ممكن يجي لك في هيئة الاختر. وادينا شفنا كمان مسائل في الاكمل هي نفس فكرة المقالي. اشوفكم في الفيديوهات الجاية وفي وحدات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.